السلام عليكم أحبائي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا طريقة عمل الريزو بالسمك على طريقتي الخاصة. نبدي بالمقادير. هاي كوبين رز صار له 10 دقائق أنا مغسلته. هذا عندي سمك المسحب. هاي عندي هيل، قرنفل وعود دارسين، حبة بصل مبروشة، وملعقة كوب توابل هاي خاصة مالت الريزو. ونبدي بطريقة العمل. نبدأ نقطع السمك. احنا نريد القياس، راح اسوي هذا القياس. قطعنا بهاي الطريقة. راح نضيف له ملح، طبعا ما يضاف له اي توابل، بس ملح ورشة فلفل. نتركه نحضر الرز. بدأ يغلي عندي المي، راح اضيف الرز. راح اضيف الهيل والدارسين، وراح اضيف ملعقة كوب ملح. والملح انتو اختياركم، قللوا نفس القياس اضيفوا. وراح اضيف لون احمر. هاي على طريقتي انا طبعا الخاصة. طبعا انا نشوف اللون يعني فاتح نضيف له بعد. وننتظره. استوى عندي الرز. طبعا انتم راح تسألون عن هذا اللون. هذا اللون غذائي من العطار، العلبة بألف. راح اصفيه. هاي ملعقتين دهن حار. ما يعجبكم دهن حار ضيفوا زيت. راح اضيف البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمص عندنا البصل. راح اضيف ملعقة التوابل مالت الريزو، وراح اضيف عليه دهن الحر. هاي عندي كوبين طحين، نص كوب نشا، قرمش نسوي مالتي الريزو، ملح وفلفل نفس اللي ضفناه على السمك. والفلفل انتو يعني ما يعجبكم لا تضيفوه. هاي عندي بيضة، قليل من الحليب. جيب السمكاية ضيفها بالحليب والبيض. تصفيها، ضيفها على الطحين. طبعا هيك لازم نضغط، مو ضغط هي ما يتحمل هذا السمك. شلون تصير بيه هيك القرمشة. على نزيد القرمشة نرجعها على البيض والحليب. بس احنا راحت ايدينا بلا ضغط. صار عندنا القرمشة. انا طبعا ليش ما اضيف في التوابل يروح الطعم مال السمك. شوفوا شلون تصير هاي القرمشة. شوفوا. ولا انتو يعجبكم شو اللي تضيفون ضيفوه، بس هي ما يضاف لها توابل الصراحة. شلون صارت هاي القرمشة. زيت اقلي. طبعا الزيت ما يكون حيل حامي. النار وسط، ما يصير حيل ناصية. طبعا انا قاعدة اقلي الدهن مو زيت.
نريد اليوم كل الأكل صحي بعد شلون قرمشة. بعد شكلهم شلون صار ذهبي. طبعا أنا ما راح أقليهم كلهم بس راح أفرزهم. ما تقول يعني شو فوق السمك، يعني هذا صدر دجاج بس انه جلدا عندي. شوف الرز، هذا اليوم اكلنا كله صحي. ملعقة لبن هاي عندي. طبعا انا قلت لكم يوم اكل كله صحي ما راح اخلي مايونيز. ملعقة يعني كاتشب، ملعقة راشي او طحينية. نجي نقطع الريزو. ان شاء الله يعجبكم الريزو بالسمك وسووه، تكتبوا لنا بالتعليقات. التقيكم وصفة اخرى وتحياتي لكم.